صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الدفا أو كيكة الشتاء. بجد حاجة تحفة جدا جدا. لو جربتوها هتستغنوا عن مكون تاني كنا بنعمله مع بعض زمان، بياخد مننا وقت في التجهيز والتحضير وبنسيبه يتخمر كمان. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف هنعمل مع بعض ازاي كيكة السينابون. أول حاجة هبتدي بيها هو خليط الكيك. هنستعمل هنا 4 بيضات، عليهم 4 ظرف من الفانيليا، وعليهم معلقة كبيرة من الخل. وهزود هنا كمان كوباية من اللبن، وعليها كوبايتين من السكر الأبيض. يستحسن يكون سكر أبيض، ما نستعملش سكر بتاع تموين علشان هيغمق معانا الكيكة بتاعتنا. وبعد كده هنزود كمان عليهم كوباية إلا ربع من الزيت النباتي. أنا هنا مستعملة زيت عباد شمس، ممكن لو عندك زيت ذرة ممكن تستعملي. هنبتدي بقى بضرب الخليط بتاعنا كويس قوي لغاية لما يكون فوم معانا كده زي ما انتوا شايفين، ونتأكد ان حبيبات السكر بتاعتنا دابت كلها. بعد كده هنجيب الدقيق بتاعنا. انا مستعملة هنا كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم باكت من الكيك شيف او بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من البيكنج صودا. هنقلبهم كويس قوي مع بعض، وبعد كده هجيب طبق كبير ازودهم فيه علشان نعرف نقلب كويس قوي، ونزود عليهم الخليط السائل بتاع الكيكة، ونقلبهم كويس جدا جدا لغاية لما الدقيق يختلط مع المكونات السائلة بتاعتنا، وما يبقاش فيه اي تكتلات للدقيق. وده كده القوام المظبوط بتاع الكيكة بتاعتنا بعد ما خلصناه. ده كده بيبقى شكله. ودلوقتي هنعمل حشوة القرفة. معايا هنا 3/4 كوباية من السكر، عليها معلقتين ونص من القرفة المطحونة. هنقلبهم كويس قوي مع بعض، وهنجيب هنا قالب متبطن بالزبدة والدقيق. هنحط اول حاجة طبقة من خليط الكيك زي ما انتوا شايفين كده، هنوزعها كويس قوي في الصينية بتاعتنا. ودلوقتي هبتدي بقى اضيف مكون السكر والقرفة على الكيكة بتاعتنا. هحط هنا اول طبقة كده زي ما انتوا شايفين. هنغلف الخليط بتاعنا كويس قوي بالسكر والقرفة، وبعد كده هرجع اضيف عليه خليط من الكيك، جزء كده هنعمل بيه طبقة كمان. وبعد كده هرجع اكرر نفس الخطوة بتاعت السكر والقرفة تاني، واكرر نفس الخطوة بتاعت خليط الكيك. طبعا ما ننساش نشغل الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180، او نشغله لمدة تلت ساعة تقريبا قبل ما نشتغل بيه. هنحط الكيكة بتاعتنا في الرف الاوسط، هتاخد مدة تسوية من 40 ل45 دقيقة. طبعا مع اختبار الكيك بتاعنا بالخلة، لما نشوف الخلة بتاعتنا طالعة نضيفة نتأكد تماما ان الكيكة بتاعتنا استوت. واظن انتوا كده عرفتوا انهي بديل احنا كنا بنتكلم عنه. كنا بنتكلم عن السناب الرولز. طبعا ده بياخد مننا وقت في تحضيره، عجن وتخمير وتقطيع. المكون اللي احنا عاملينه النهارده ده كيكة السينابون، في خطوة واحدة هنكون عاملين كل خطوات السينابون رولز في خطوة واحدة. بجد حاجة تحفة جدا. يلا بينا بقى نروح نعمل صوص السينابون. زي ما انتوا شايفين كده معايا كوباية من السكر البودر، ومعايا ربع كوباية
من الجبنة الكريمي، وظرفين من الفانيليا، ومعايا ربع كوباية من الزبدة، ومعلقة لبن سخنة هندوب فيها الزبدة بتاعتنا. هنقلب كل المكونات دي مع بعض، وفي وسط ما احنا بنقلب هزود كمان معاهم نص كيس كريم شانتيه. هنقلبهم كويس قوي لغاية لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، سواء قوام خفيف او تقيل زي ما تحبوا. وبعد ما بخلص خالص خلاص بقوم جايبة بقى طبق او كوباية وكيس حلواني وهنحطهم جواه. صوص السينابون بتاعنا ما خدش مننا وقت، هما دقايق وخلصناهم. كل ده ولسه الكيكة بتاعتنا ما طلعتش. انا كان عندي صوص كراميل وصوص شوكولاتة، او ممكن نستعمل نوتيلا ونحط عليها معلقة لبن سخنة ونقلبهم كويس قوي مع بعض لغاية لما يبقى قوامها كريمي شوية. ده كده شكل الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعت. بسم الله ما شاء الله عليها، طلعت تحفة جدا، عالية وقوامها منفوش كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى احطها في طبق التقديم بتاعي، وهرفعها كده عادي جدا. كل ده هيتدارى بالصوص بتاعنا، حتى لو اتنقرت منكم زي ما انتوا شايفين كده. انا هداريها دلوقتي بالصوص بتاعنا. وده كده شكل ارتفاع الكيكة بتاعتنا. بصوا طالعة مظبوطة ازاي معانا زي ما انتوا شايفين كده، وقوامها هش جدا من جوه. بجد الطريقة دي اللي ما بيعرفش يعمل كيكة هتطلع مظبوطة معاه وناجحة جدا جدا وبطريقة سهلة جدا. هنغطيها بقى بصوص السينابون الابيض زي ما انتوا شايفين كده. وهحط هنا دلوقتي صوص شوكولاتة كمان زي ما انتوا شايفين كده. هحطه بشكل عشوائي كده، هيطلع بجد شكله تحفة جدا. وبعدها هزود كمان صوص كراميل وهحطه بنفس الطريقة، هيطلع شكلها حلو وطعمها احلى واحلى للناس اللي بتحب القرفة. بجد ولادك هينبسطوا منها جدا جدا، ولو حبيتي تقدميها لضيوفك هتعجبهم جدا جدا. اتمنى من كل قلبي تدعموني بلايك، وتعملوا شير للفيديو مع اخواتكم واصحابكم، وتكتبوا لي في التعليقات لو حابين اشارك معاكم وصفة بتحبوها. وحبيت اقول لكم في نهاية الفيديو بتاعنا كل سنة وانتم طيبين وعام سعيد عليكم ان شاء الله. وكل اللي محققش امنياته في السنة اللي فاتت تتحقق في السنة الجديدة بإذن الله. واتمنى لكم دايما تكونوا في صحة وفي سعادة ان شاء الله بإذن الله. سنة سعيدة عليكم، واشوفكم على خير في وصفة جديدة ان شاء الله.